هل تساءلتم يوما عن سر هذه الابتسامة الغامضة التي أسرت العالم؟ إنها الموناليزا، اللوحة الأشهر في تاريخ الفن، التي أبدعها العبقري ليوناردو دافنشي بين عامي 1523 و 519. لكن من تكون هذه السيدة التي خلدها الزمن؟ إنها ليزا غيرارديني، زوجة التاجر الفلورنسي فرانشيسكو ديل جوكوندو، لذا تعرف في إيطاليا باسم لا جوكوندا. لم تكن ملكة ولا أميرة، بل امرأة من الطبقة البرجوازية اختارها دافنشي لتكون مصدر إلهام لأحد أعظم أعماله. ما يميز هذه اللوحة ليس جمال ملامحها فحسب، بل لغز نظرتها التي تبدو وكأنها تتابعك أينما ذهبت. استخدم دافنشي تقنية السفوماتو ليخلق تأثيرا ناعما يمنح اللوحة عمقا وسحرا فريدة. لكن هذه التحفة لم تكتسب شهرتها بين ليلة وضحاها، بل تضاعف الاهتمام بها بعد أن سرقت عام 1921 من متحف اللوفر، لا يعود العالم ليكتشف عبقريتها من جديد. اليوم تقف الموناليزا خلف زجاج واق في متحف اللوفر، حيث يتوافد الملايين لرؤيتها، لا لشيء سوى لاكتشاف سر هذه الابتسامة التي لا تزال تثير التساؤلات بعد 5 قرون.